طوابير أمام البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار البنك الأخير الحق قبل الإلغاء. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه تلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. زي ما احنا شفنا الأيام السابقة وحذرنا في الفيديوهات السابقة من هذه النقطة، بدأ البنوك باتخاذ القرار وأدى ذلك إلى البحث من كثير من العملاء إلى الأفضل حاليا في البنوك. لذلك لجأ الكثير من العملاء إلى الذهاب إلى البنك الأهلي وبنك مصر اليوم. وقبل ما نتعرف على قرار البنك تعال نشوف آخر قرار البنك المركزي اليوم الذي أصدره الآن، والذي أعلن فيه عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، بعدما وصل إلى معدل 41% في يونيو الماضي 2023، وسجل التضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023، متراجعا من 40.4% في أغسطس و40.7% في يوليو. أما قرار البنك أمس والذي أدى إلى ذهاب كثير من العملاء البنوك إلى البنك اليوم، وهو قرار إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية لبطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر ده بالجنيه المصري. ولذلك هناك حلين فقط أمام العملاء الذين يرغبون في شراء مستلزمات أو الدفع بالإنترنت. أول حل وهو بطاقة المشتريات وهو كريدت كارد، ويوجد بالبنك الأهلي 5 أنواع من البطاقات بما يعادل من 10,000 جنيه شهريا بما يعادله بالدولار، وأعلى ليميت بيكون 100,000 جنيه شهريا. أما بنك مصر يوجد برضو هناك 5 أنواع وبيكون من $100 حتى يصل إلى $3000. أما الحل الثاني وهو فتح حساب دولاري، ولكن عليك إن أنت توفر العملة بنفسك وإن أنت هتحطها في حسابك الشخصي حساب الدولاري. ولذلك بدأ الكثير في عمل بطاقات مشتريات وأيضا حساب دولاري بسبب طبيعة شغلهم وهو الشراء بالدولار من الخارج. وهذه هي الحلول حاليا، وانتظروا مننا باقي التفاصيل القادمة. فما تنساش مشاركة الفيديو على كل السوشيال ميديا وكل أصحابك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد.